ومن محافظة الغربية لمحافظة الدقهلية. ضبط 2.5 طن لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنصورة. نفذت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الدقهلية حملة تفتيشية مكبرة بمدينة المنصورة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن تكليف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيات الاستهلاك الآدمي. تبع الحملة الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، بحضور الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وتحت رئاسة الدكتورة هبة رحمة طبيبة التفتيش على اللحوم. ده بيأتي في إطار الحملات المكثفة اللي بتقوم بها مديرية التموين والطب البيطري بالتعاون مع المباحث لضبط الخارجين عن